أهالي منطقة معينة صحيوا في يوم الصبح لقيوا واحد معاهم في المنطقة راسه متهشمة ومرمي في واحد من ترع أو مصارف القرية، وعلى طول وقتها وصل بلاغ للشرطة بالواقعة وحضرت وعملت تحقيقات مكثفة قدرت من خلالها إنها توصل للي عملوا فيه كده. وبسبب النتيجة أو السر اللي التحقيقات وصلت له اضطرت قوات الأمن إنها تعيد فتح قبر واحد من أهل القرية اتدفن من 40 يوم تقريبا عشان يتأكدوا من حاجة معينة، وفعلا اتأكدوا وقتها من الحاجة دي واكتشفوا الكارثة الكبيرة. طيب هو مين بقى الشخص اللي كان في المصرف ومين اللي عمل فيه كده؟ ومين الشخص اللي اتدفن من 40 يوم وليه اضطروا انهم يفتحوا عليه القبر مرة تانية؟ وايه هو الكارثة او السر اللي تم اكتشافه؟ صلى على النبي بقى وخليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة أحداثها بتدور سنة 2009 لكن بدايتها كانت في 2005 وانتهت في 2014. أما بالنسبة للمكان فهي واحدة من قرى مركز منيا القمح الموجود في محافظة الشرقية. ويلا بينا ندخل على الشخصيات. الشخصية الأولى معانا النهاردة هيكون واحد اسمه محمود، ومحمود ده يبقى راجل شغال سواق وعايش مع أهله في واحدة من قرى مركز منيا القمح في محافظة الشرقية. وفي مصدر معين بيقول إن الراجل ده راح يشتغل في دولة عربية 5 سنين تقريبا وكان قدر يعمل فيهم فلوس كويسة، وبعد ال5 سنين دول كان حس بالحنين لبلده وفعلا رجع وقتها مصر وقرر انه يستقر. والكلام ده حصل تقريبا في 2005 وكان معروف عنه انه راجل طيب وفي حاله وملوش مشاكل مع اي حد. لكن في الواقع بقى اكبر مشاكل محمود بدأت في الوقت ده اللي هو في سنة 2005 لما قرر انه يكمل نص دينه ويتجوز، وكلم وقتها واحدة من قرايبه تشوف له عروسة كويسة. وساعتها محمود جاله الرد سريع جدا، وقريبته دي قالت له طالما سألتني عن رأيي يبقى طبعا مفيش غير جارتنا شربات. وهنا بقى تدخل معانا في الحلقة الشخصية التانية اللي هي شربات. طيب هي مين شربات بقى؟ شربات دي تبقى بنت عندها 17 سنة تقريبا وعايشة برضه في قرية تابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية. والدها راجل مزارع بسيط وكانت بتنزل تساعده في شغل الأرض والزراعة، وفضلت عايشة حياتها بالشكل ده لحد ما جالها هي ووالدها الخبر اللي غير حياتها كلها، وهو ان في عريس عايز يتقدم والعريس ده اسمه محمود. وطبعا في كتير من القرى قرار البنت مش مهم والمهم ان والدها يشوفوا عريس مناسب. ووقتها والد شربات فعلا شاف ان محمود هو العريس المناسب لبنته ورحب بيه وبلغه انه موافق وقرأوا الفاتحة وكل حاجة تمت بمنتهى السهولة. واتجوز محمود من شربات وبدأوا حياتهم الجديدة في شقة الزوجية. وبعد 4 سنين من جوازهم وتحديدا سنة 2009 كان محمود وشربات بقى عندهم ولدين. ومحمود للأسف اتصاب بمرض معين كان مسبب له تعب مش قليل. طيب هي فين المشكلة بقى؟ المشكلة بدأت مع ظهور الشخصية التالتة معانا في الحلقة، والشخص التالت ده هو واحد اسمه رشدي. ورشدي ده يبقى للأسف صاحب محمود، ومش أي صاحب بالنسبة لمحمود، ده كان صاحبه المقرب اللي بيدخل بيته كتير وبيتكلموا في كل حاجة وبياكل ويشرب معاه، وفعلا ما كانش فيه أقرب من كده. بس المصيبة بقى إن القرب ده ما اقتصرش على علاقة رشدي ومحمود، ده الموضوع خرج عن السيطرة خالص وبدأ يبقى بين رشدي وشربات اللي هي مرات محمود. في البداية شربات بدأت تلاحظ إن رشدي بيبص لها نظرات غريبة، والغريب إنها لقيت نفسها مش متضايقة من نظراته ليها وبدأت إنها تبادلوا النظرات دي، وحصل بينهم اتصالات من بعيد كده ومحمود مش واخد باله، وكل واحد فيهم اتأكد إن التاني فاتح له الطريق على الآخر. وفعلا رشدي بقى بينتهز الوقت اللي صاحبه محمود بيكون في الشغل فيه وبقى بيروح بيته في غيابه. وعلاقته بشربات اتطورت في فترة بسيطة جدا وبقت لقاءاتهم الآثمة بتتكرر في بيت الزوجية وبيعملوا كل اللي ممكن انهم يعملوه ومحمود مش عارف اي حاجة. لكن لو محمود فعلا ما يعرفش او ما بيشوفش اللي بيحصل في غيابه فاكيد في كتير ساكنين في القرية صدف معاهم كام مرة كده ولاحظوا ان رشدي بيتردد على بيت محمود في غيابه وبيدخلوا عادي جدا وهو مش موجود. ويوم ورا التاني بدأ الكلام ينتشر في القرية عن الموضوع ده وبدأ بقى إن يوصل لودان محمود. وساعتها محمود بدأ يوري شربات ورشدي الوش التاني وقطع علاقته برشدي خالص وحذره إنه يروح لبيته مرة تانية أو يقرب منه.
وفي نفس الوقت اتخانق مع شربات وعرفها ان سيرتها بقت على كل لسان، وانها لازم تلم نفسها وتتعدل كده، لو مش عشان خاطرها يبقى عشان خاطر عيالها. وطبعا منعها من الخروج تماما، وبقى فارض عليها رقابة طول الوقت عشان يتأكد ان مفيش حاجة هتحصل من وراه تاني. وبقى في بينه وبين مراته شربات خناقات بتحصل كل يوم. وكمان حذرها تحذير شديد اللهجة، وقال لها انه لو بس شم ريحة خيانة مرة تانية هيطلقها وهيعرف كل الناس باللي بتعمله. وفعلا التحذير ده خوف شربات جدا، واضطرت بسببه انها تبلغ رشدي ان شكلهم خلاص كده لازم ينهوا علاقتهم، والا جوزها هيتسبب لهم في فضيحة. وهنا بقى رشدي كمان بقى خايف، بس في فرق في الخوف هنا. شربات كانت خايفة من الفضيحة، لكن رشدي خاف ان علاقته بشربات تتقطع. ومن بعدها ما حصلش بينهم غير كام لقاء سريع كده في الشارع وفي اوقات متباعدة، ولقيوا انهم خلاص مش قادرين يستغنوا عن بعض. فبدأوا بقى انهم يدوروا على حلول للموضوع ده. اول حل منهم كان ان شربات تطلب الطلاق من محمود، وده اللي هي عملته فعلا. لكن محمود رفض طلبها رفض قاطع، وقال لها انه مش هيقدر يعمل ده عشان خاطر عيالهم ومستقبلهم، وان مفيش غير الموت اللي ممكن يفرق بينهم. وساعتها بدأ رشدي وشربات يفكروا في حل تاني، والحل ده كان انهم يخلصوا على محمود خالص بقى ويفضلهم الجو. وخططوا انهم يعملوا ده عن طريق ان شربات تحط له سم في الاكل بتاعه. وفعلا رشدي جاب لها كميه من السم واداها لها، وشربات خططت وقررت وقت التنفيذ، وكل حاجه كانت ماشيه تمام. لكن فجاه كده وفي اخر لحظه شربات لغت الخطه، وده مش عشان هي عقلت ولا حاجه لا سمح الله. شربات بس افتكرت وقتها ان دايما عيالها بياكلوا ويشربوا مع ابوهم، ولو حطت سم في اكل او في شرب اكيد هتخسر حد من عيالها. وساعتها بلغت رشدي انها مش هتقدر تعمل كده، وقعدوا بقى يفكروا في حل تاني. واسمح لي بقى اجري بالزمن شوية واقول لك ان بعدها بايام قليلة اتفاجئ كل اهل القرية ان شربات صاحية الصبح بدري عمالة تصوت وتطلب من كل الناس انهم يلحقوها. ووقتها كله طلع يجري على بيتها ودخلوا عندها، واتفاجئوا ان شربات قاعدة على ارضية حظيرة المواشي بتاعتهم وعمالة تلطم، وجوزها محمود مرمي على الارض جنبها، وبتقول لهم انها صحيت الصبح لقيته كده، وان البقرة او الجاموسة اللي عندهم نطحته وفضلت تخبط فيه لحد ما خلصت عليه. والراجل اصلا معروف انه تعبان من فترة، فالكلام كان منطقي. واللي حصل وقتها انهم طلبوا الاسعاف وحضرت، وجه مفتش الصحة وعمل كشف سريع كده على الجثمان، وبما ان مفيش شبهة جنائية في الموضوع راح عمل لهم تصريح دفن، وخدوا الراجل ودفنوه، وكل حاجة تمت بشكل طبيعي ومفيش اي مشكلة. وتعيش بعدها شربات ورشدي في حالة من الهدوء، وطبعا خلاص مصدر التهديد اللي كان مانعهم عن بعض ما بقاش موجود. لكن برضه عشان مفيش اي كلام يتقال كده ولا كده، قرروا ان لقاءاتهم الفترة دي تكون بعيد عن البيت وعن القرية كلها. وده لحد ما بعدها بكام شهر كده رشدي يتقدم لها ويتجوزوا، ويبقى الموضوع رسمي قدام الناس كلها ومحدش له عندها حاجة. وفعلا هم عملوا ده، ولقاءاتهم بره اتكررت، وبالتحديد اكتر بين الزراعات في اماكن على اطراف القرية بتاعتهم. وهنا بقى يدخل معانا الشخصية الرابعة في الحلقة. بعد وفاة محمود باسبوعين تتفاجئ شربات بواحد صياد معاهم في القرية رايح لها، وبيقول لها خلي بالك عشان انا شفتك انت ورشدي وانتوا شايلين محمود وبتحطوه في الحظيرة. وبعدها صوتت ولميت الناس وقلت لهم ان البقرة خلصت عليه وعرفت تمثل عليهم كويس. بس برضه للأمانة في مصدر تاني بيقول ان الصياد ده قال لها انه شافها هي ورشدي وهما بيعملوا فعل مش كويس بين الشجر او الزراعات اللي في القرية، واستنتج انهم خلصوا على محمود سوا عشان يخلالهم الجو. وطبعا وقتها شربات اترعبت جدا، وده لانها كانت فاكرة ان السر اتدفن، وسألته وقتها انت عايز ايه؟ وساعتها الصياد ده قال لها انه مش عايز كتير، هو بس عايز ان ينوبه من الخير جانب ويبقى صاحبها هو كمان زي ما هي مصاحبة رشدي، وطبعا بالتبعية تعمل معاه زي ما بتعمل مع رشدي بالظبط. يعني من الاخر كده هو قال لها انا عارف كل اللي حصل واللي بيحصل، ويبقى فيها يخفيها. وطبعا وقتها شربات قالت له ده انا عينيا ليك، وخدت رقمه وقالت له انها هتكلمه. طيب وهل هي كلمته فعلا؟ في الواقع هي كلمته، بس كلمت رشدي الأول وقالت له على اللي حصل وإنها فعلا خايفة. ووقتها رشدي قال لها ولا تخافي ولا أي حاجة، انت هتكلميه وأنا معاكي وتخليه يجيلك على أساس إنك هتعملي معاه حاجة،
وأول ما يوصل أنا هخلصك منه خالص. وده اللي شربات عملته فعلا، كلمت الصياد واستدرجته، وأول ما الراجل وصل عندها راح رشدي جاي من وراه واداله بأداة حادة على دماغه من ورا. وده كان هو المشهد الأخير في حياة الصياد اللي وقع على الأرض وقتها، وشالوه ورموه في واحد من المصارف المجاورة. وفي الوقت ده حصل مشهد البداية، لما أهالي القرية صحيوا الصبح لقيوا واحد من منطقتهم راسه متهشمة ومرمي في مصرف أو ترعة من ترع القرية، والواحد ده طبعا كان هو الصياد. وعلى طول وقتها وصل بلاغ للشرطة بالواقعة، وحضرت وعملت تحقيقات مكثفة قدرت من خلالها إنها توصل للي عملوا فيه كده. وعلى حسب كلام واحد من المصادر اللي نشر القضية، جهات التحقيق حددت هوية الفاعلين بسبب إن الصياد ده كان مبلغ أخوه بالسر، وإنه شاف اللي رشدي وشربات عملوه، وعشان كده أخو الصياد كان شاكك فيهم وبلغ الشرطة بشكوكه. وفورا وقتها تم القبض على رشدي، وبتضييق الخناق عليه اعترف بجريمته وإن هو اللي خلص على الصياد، بس باع شربات وقال إن هي اللي حرضته إنه يعمل فيه كده. وده بعد ما الصياد شافهم في وضع مخل بعد وفاة جوزها بأيام قليلة، وبدأ إنه يهددهم بفتحهم. وطبعا بعد كلامه ده تم فورا القبض على شربات، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات. بس هل الموضوع انتهى على كده؟ أكيد لا. التطورات الغريبة دي راح والد محمود اللي هو جوز شربات اللي توفى من 40 يوم تقريبا قبل الوقت ده، وقدم بلاغ في الشرطة بالاشتباه في وفاة ابنه جنائيا، وطلب استخراجه مرة تانية وتشريحه لتحديد سبب الوفاة، واتهم شربات وعشيقها رشدي انهم خلصوا عليه. ووقتها تم تشكيل فريق بحث لكشف الحقيقة، وفعلا التحريات توصلت لصحة اللي جه في البلاغ، وإن شربات كانت بتعمل خناقات ومشاكل مستمرة مع جوزها الفترة الأخيرة، وده عشان يطلقها وتروح لعشيقها، وإن جوزها كان على علاقة صداقة قوية برشدي، وإن رشدي خانه، وعرفوا كل الكلام ده غير أصلا إن سيرة شربات ورشدي في الوقت ده بقت على كل لسان في القرية. وفعلا تم استخراج جثمان محمود مرة تانية بعد إذن من نيابة منيا القمح، وبعد التشريح اتضح إن فعلا سبب الوفاة جنائي، وبالتحديد أكتر محمود اتعرض لعملية خنق. وكان نتيجة ده إن تم استدعاء شربات ورشدي مرة تانية من محبسهم والتحقيق معاهم في المستجدات دي، وبعد مواجهتهم بالأدلة أقروا واعترفوا إن هم فعلا اللي خلصوا عليه. واتضح بقى إن شربات بعد ما خافت إنها تخلص عليه بالسم بعد ما خافت على عيالها، اتفقت مع عشيقها رشدي على يوم معين هيجيلها ويخلص عليه فيه، وسابت له الباب بتاع البيت مفتوح في اليوم ده. وبعد ما جوزها محمود نام على طول راحت متصلة برشدي اللي حضر فورا ودخل على أوضة النوم، وبدأ إنه يخنق في محمود بالشال اللي كان لابسه. وبعد ما اتأكد إن نفسه وقف شاله هو وشربات وراحوا بيه على حظيرة المواشي، واداله بالشومة على دماغه عشان يتأكد إنه خلاص خلص عليه فعلا. وبعدها بقى الصبح طلعت شربات وقعدت تصوت، وحصل كل اللي عرفناه. وطبعا بعد كل ده تم تحويل شربات ورشدي للمحاكمة الجنائية، واتحكم عليهم سنة 2014 في القضية الأولى اللي هي بتاعت الصياد بالإعدام، وبعدها في القضية التانية بتاعت محمود جوزها سنة 2014 برضه بالإعدام مرة تانية. وتنتهي واحدة من أغرب القضايا اللي شفتها بصراحة. مش ضروري أقولك القصة دي ممكن نتعلم منها إيه عشان العبرة واضحة فيها زي ما انت شايف، بس هأكد على حتة إن دي دايما هي آخرة الطريق الغلط. وعلى فكرة في مصدر من اللي ناشرين عن القضية بيقول إن حتى رشدي هو كمان كان متجوز وعنده 5 أولاد. وفعلا الموضوع غريب، إيه اللي يخلي ناس متجوزة وعندها بيوت مستقرة وعيال يعملوا كده؟ أنا مش عارف بصراحة، بس اللي أعرفه إن حاليا محمود الراجل الطيب عند ربنا، وكمان شربات ورشدي عند ربنا، وفي عليهم فاتورة ما اعتقدش إنهم هيستحملوا تسديدها. يا ريت لو وصلت لهنا ضروري تدعي المحمود في التعليقات بالرحمة والأهل وأولاده بالصبر، وما تنساش اللايك بتاعك لو استفدت من حلقة النهاردة وحابب إنها توصل لغيرك. كان معاكم إسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.